أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة المفصلة من العربية، نبدأها بتداعيات التطورات الخطيرة الحاصلة على الحدود التركية السورية. فقد عقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا عاجلا بطلب من تركيا لبحث الخروقات السورية لحدودها. وقد وجه حلف شمال الأطلسي رسالة تضامن مع تركيا، ودعا في بيان سوريا إلى وقف انتهاك القانون الدولي. البيان أشار إلى أن إطلاق سوريا قذائف على الأراضي التركية يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى الحلفاء. من جانبه حث البيت الأبيض المجتمع الدولي على الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تنحي وإعلان وقف إطلاق النار وبدء عملية انتقال سياسي. وكانت تركيا أعلنت أنها قصفت أهدافا داخل سوريا ردا على مقتل عدد من الأتراك في انفجار قذائف سقطت داخل تركيا. وقالها صراحة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم السوري داخل أراضينا استدعى ردا فوريا لقواتنا المسلحة. قبل ذلك قتل 5 أتراك بينهم طفل بقذائف سقطت داخل الأراضي التركية في منطقة أكجالي التابعة لمدينة أورفا. الحكومة التركية عقدت على الفور اجتماعا طارئا بعد أن أجرت اتصالات مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد حث تركيا على ضبط النفس بعد هذا التطور، موجها تحذيرا إلى دمشق بأنه عليها احترام سلامة أراضي جيرانها. خرق جديد على الحدود السورية التركية ورد أنقرة يتصاعد. 5 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا في بلدة أكجاكالي جنوب شرق تركيا بعد إطلاق قذائف عليها من الجانب السوري للحدود. وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اتصل بعد الحادث بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي. مصدر تركي قال إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان جمع مستشاريه لدرس رد تركي محتمل، فيما دعا نائب رئيس الوزراء بولانت أرينج إلى محاسبة سوريا عن الحادث وإلى أن يكون هناك رد في ظل القانون الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حث تركيا في اتصال هاتفي مع داوود أوغلو على إبقاء كل قنوات الاتصال مفتوحة مع سوريا لتجنب أي توتر قد يحدث نتيجة الحادث. فما جرى هو الأخطر بين تركيا وسوريا منذ إسقاط طائرة حربية تركية فوق المياه الدولية بصاروخ سوري في يونيو الماضي. كما أن حادثة اليوم تضاف إلى خروقات أخرى، منها انفجار قذيفة هاون في قرية أغجا قلعة أطلقت من الحدود السورية في 28 من يونيو الماضي، إضافة إلى تعرض مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا لإطلاق نار من الجانب السوري أكثر من مرة في السابق. حسين الطود، العربية. وفي محاولة لتبرير موقف بلاده، قال وزير الإعلام السوري عمران زعبي للتلفزيون السوري إن سلطات بلاده تحقق في مصدر قذيفة المورتر التي أطلقت من سوريا، مؤكدا احترام بلاده لسيادة الدول على حد قوله، وداعيا إلى التصرف بعقلانية. نغتنم المناسبة لتقديم التعازي الحارة باسم حكومة الجمهورية العربية السورية إلى عائلة الشهيدة وإلى الشعب التركي الشقيق والصديق والذي سيبقى شقيقا وصديقا دائما. طبعا في مثل هذا النوع من الحوادث الحدودية التي يمكن أن تقع بين أي دولتين متجاورتين، دائما هنا ينبغي أن تتصرف الدول والحكومات بحكمة وعقلانية ومسؤولية. لا سيما لماذا نقول حكمة وعقلانية ومسؤولية؟ لأنه هناك حالة خاصة الآن على الحدود السورية التركية، هناك مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر على هذه الحدود. إلى جانب رد فعل البيت الأبيض الذي عرضنا له في مطلع النشرة، أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن غضب بلادها بسبب إطلاق سوريا لقذائف على بلدة تركية والتي أسفرت عن وقوع قتلى في الجانب التركي. نحن غاضبون حيال ما قامت به سوريا من إطلاق قذائف على الحدود التركية، ونأسف لوقوع قتلى في الجانب التركي، ونحن على اتصال مع أصدقائنا في تركيا في هذا الخصوص، وسأتحدث لاحقا مع نظير التركي لمناقشة الخطوة التالية للرد على هذا الهجوم. ولكن ما يفعله النظام السوري ضد المدنيين من شعبه وجيرانه يأتي مدفوعا برغبته في البقاء بالسلطة وبدعم من إيران. best way forward would be